ونصف تقريبا من انطلاق مغامرته في كأس إفريقيا الجابون 2017 كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم على القميص الجديد لنصور قرطاج خلال حفل توقيع عقد الرعاية الجديد فيما يتعلق بالملابس والمعدات الرياضية للمنتخبات الوطنية التونسية مع شركة أول سبورت الألمانية لمدة سنتين. ان شاء الله يكون طلع خير المستشفى الجديد للمنتخب، باش يوفر لنا ان شاء الله معدات رياضيه في حدود مبلغ 500 الف اورو للمنتخب التونسي في السنه لجميع الاصناف من الاكابر الى الشبان، وان شاء الله تكون تعامل يكون مثري للطرفين. انا نحب نشكر الجامعه ورئيس الجامعه والاعضاء على الثقه اللي عطوها لنا. السبور اليوم تتعاقد مع المنتخب بعد سنوات بتكنولوجيا جديده بمريول جديد ان شاء الله يكون طالع خير على المنتخب وان شاء الله نتعداو به للمونديال. بعد الظهور بصفة استثنائية بقميص يحمل العلامة الجديدة في مباراة ليبيا الأخيرة لحساب تصفيات كأس العالم 2018 قدمت الشركة بحضور لاعبي المنتخب التونسي منتوجاتها الخاصة بالنسور وكذلك الكرات الرسمية لجميع مباريات الدوري التونسي. إن شاء الله يكون معنا طالع خير علينا، مريول به معناها ومستشفى جديد، ان شاء الله يكون طالع خير وان شاء الله نوروا بلادنا معناها ان شاء الله في الكوب دافريقيا الجاي ان شاء الله. بعد سنتين من الانتظار الاتحاد التونسي لكرة القدم يجد ظلته أخيرا في العلامة الجديدة التي سيحملها نصور قرطاج في كان الجابون 2017 وكذلك في تصفية كأس العالم 2018. نافع بن عاشور، بين سبورتس، تونس.